جبت العيد. عم احكي مع بنت اليوم نحن عندنا جولة وثقوا فيني. قلت لمتابعيني من زمان انه لما انا اوصل ل 700 الف مشترك رح اعمل فيديو استعرض فيه كل رسماتي القديمه المعفنه. طيب اديب كتير حلو، ومو بس وصلت ل 700 الف مشترك بل وكمان رح اوصل ل 800 بشكل مجنون. طيب اديب شو المشكله؟ المشكله انه انا حمار، المشكله اني انا واعد متابعيني انه على ال 800 الف مشترك رح اعمل لعبه. طيب اديب شو المشكله؟ لك خليني احكي. المشكله اني انا ما عم بقدر الحق اعمل شيء، كل شيء صار مزدحم بحياتي وما قدرت انه انا الحق اعمل شيء بحياتي ابدا، والكاميرا طول الوقت قاعده عم تقطع. بليز يا جماعه وقفوا الاشتراكات. هذا الشيء اللي انا كنت لحوله لو اني انا ما مسكت هذا الفيديو ومنتجته بيدي العاريتين. هل تعرفوا عدد الايام اللي سهرتها وانا قاعد عم منتج هذا الفيديو؟ المهم تحذير، هذا الفيديو كتير عفوي لدرجه انه انا فضحت نوعا ما واحد من اكبر اسراري وصرخت كتير، فجيبوا شي شغله لتاكلوها وتابعوا الفيديو للنهايه. وهذا هو الفيس ريفيل. هدول الرسمات. وهلا يا جماعه صار وقت الفيس ريفيل. دن 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 تدا. اهلا فيكم كلياتكم. اوكي انا كنت قاعد عم اكذب عليكم، ما حنساوي فيس ريفيل بس رح ورجيكم رسماتي. بس هلا المشكله كيف انا بدي اعمل لهم مراجعه هون من دون ما انا يكون عندي ستاند. اوكي اخيرا انا ما بعرف شلون سويت ستاند من مملحه، بس اتمنى انه يكون منيح. احلى شيء انه هنادي لما هي ساوت الفيديو جابت كفوف قطط بينما انا جبت كفوف عصابات. الشغله اللي انتم ما بتعرفوها انه انا لما كنت صغير ما عندي كتير رسومات لإلي وانا صغير، لانه انا اساسا ما كنت بحب الرسم، انا اساسا الرسم نفسه ما كنت بحبه. بس بعدين خطرت ببالي فكره انه انا اسوي قناه انيميشن، فمن وقتها لانه انا ما كان معي دروينج تابلت، هي الاداه اللي بيستعملوها مشان يرسموا على الكمبيوتر، اضطريت انه انا اتعلم ارسم على الورق. لحظه هذا ما فيه ولا رسمه، ارمي. عندي كتير تعليقات بس اتمنى انه ولا واحد من بيناتها ينسمع. لحد هلا بتذكر كنت زمان جدا متحمس، قالوا انا بدي اسوي قصه وما شابه، هذا المخلوق بتحب هذا المخلوق، ما بعرف شو اللي قاعد عم ساوي انا، حالتي هلا حاليا. لحد هلا بتذكر رسماتي القديمه قديش. لحظه هلا هذا انا شيء بضحكني انه اول دفتر رسم حرفيا اغلبه ما له رسم. اجين هي الشخصيه انا كنت عم ساوي ستايل رسم فيه، هي الشخصيه مره ثانيه مشوا حالكم، بس رح تتعودوا كثير تشوفوا هدول الشرنقات، لانه بفتره من فترات حياتي كنت متعود انه هدول اوكي هاي فكره قناتي، انا اسطوره. حتى انا نسيان شو اسمها الشخصيه، شو ممكن يكون اسمها. هي كلها مكافاه لانكم وصلتوني ل 700 الف مشترك. يبي انا لساتي حاسس الكفوف كثير كول. للاسف رح اضطر ارجعها هلا بعد ما نخلص تصوير لنص. دفتر ثاني ما بيكون فيه شيء، لا مستحيل. دفتر كامل مرة ثانية ما فيه ولا رسمة، أنا أعتذر، هي رسمة أسطورية. ارمي. لخبطنا شوية ترتيب بس أنا ما له مهم. المهم شايفين هذا دبدوب، هذا أنا رسمته. أنا ما بعرف حتى شو هاد. شوفوا جمجمة، هي جمجمة أنا فخور فيها. لحظة هل هي سمكة؟ هل هي سمكة مع شعر وعم تمشي إلها رجول؟ ليش لا؟ رح تلاحظوا إنه أغلب رسماتي كتير بعيدة عن الأنمي، لأنه أنا كتير بحب رسم الكرتون، وكمان رسم الأنمي ما كان كتير يخليني إني أنا أرتاح، فكنت بحتاج إنه أنا ما أرسم أنمي. أوه هذا من فيديو الآباء، يعني هذا مو بهالقدم، ما له كتير قديم، هدول كلياتهم شغلات أنا حارميهم بعدين. أوكي المشكلة بهذا الدفتر إنه شو ما أنا رسمت عليه ما بيكون واضح. لحد هلا أنا بتذكر هي على أيام قناة عالم أديب كنت لساتي قاعد عم أصمم الشخصية، كبداية الشخصية كتضبيط لحتى أنا أخلي شكل شخصيتي على بيشبه شخصيتي الحقيقية. بس الشيء اللي بضحك إنه أنا شخصيتي الحقيقية كل ما لا قاعدة عم تميل لتصير شخصيتي الأساسية. فهلا شخصية عالم أديب، شخصية أديب أدودوب، الاثنين نفس الشيء تقريبا. شوفوا العين يا زلمة، مين كان متوقع؟ هون بقى هذا الارك اللي انا برسم فيه شخصيتي وهي معصبة لي. أدودوب واز ايجكتد. هي امونج اس. مان إلي كثير انا زمان ما رسمت شخصيتي هيك بشكل كامل، تعودت على اسلوب القناه اللي هو دائره خطين وخلص امشي 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 على السريع. وهون بقى شخصيه أدودوب كل ما لا قاعده عم تتطور اكثر واكثر. هذا هو الشيء اللي نحن لازم نفتخر فيه يا جماعه. هذا المفروض يكون انس اللي هون، وهون كلب، هذا كمان المفروض يكون انس. كان بدي ارسم تنين وشوفوا كيف طلع معي. تقدر انك تميز راسه بس بعد ما توصل لهون كل شيء هيك بيختفي. واو هالرسمه اسطوريه. وات فرات النين مائيا قاعدين عم يتقاتلوا. وات انت شو جارك؟ تعي قطه جيبي لي فيوز. يلا هلا هيك خلص امنا على الفيوز. اوه شوفوا دايم هالعين رهيبه. حتى هي اللي هون كمان عيون زياده. دائما نحن عم نرجع للعيون. هي ايد اذا واضحه تقريبا هيك عامله. اوه المسحراتي مع الدبل تشن. رسمت هالرسمه بالالوان المائيه، يعني ما شاء الله علي انا اسطوره. اوه نو
انتوا بتعرفوا شو انا قلت لكم انه انا ما عندي رسمات وانا صغير؟ يا انا كنت قاعد عم اكذب، سبحان الله ربي مباشره بيان كذبتي. ما زلت انا بكره الرسم وانا صغير، بس كان عندي هيك مثل شغف انه انا اصير مربي طيور وساوي جيش من الكناري لحتى نقدر نحتل العالم. سويت دفتر بيشرح عن انواع الطيور، فمثل ما كنتم شايفين كلياتهم عن الكناري. المقدمه: الكناري هو من ارقى الكائنات، فنشأته الاصليه هو جزر الكناري. الكثير من الناس يفضلون تربيته، مع أنه حسب رأيي المتواضع صعب التربية، فيحتاج بين 8 إلى 12 شهرا كي ينضج. بعض المعلومات: الكناري سبب التربية لأنه جميل. الزيبرا، طيور الزيبرا. نو ما هذا أتعب طائر زيبرا شفته بحياتي. نو قاعد عم ارسم اقول لك انواع الطائر تبع الزيبرا. يا جماعه انا كنت جدا مهووس بالطيور، مشكلة انه هلا ما بتذكر اي شيء. هوسي بالطيور اختفى للاسف، اختفى مع ميدوسا. هون قسم المشاريع جايز. هون انا كانت فكرتي انه انا بيع طيور، فكنت انا قاعد عم احكي كل طير قديش التكلفه تبعه، ماذا سافعل بكذا، وقاعد عم اضرب واعمل، وهذا الشيء اللي كنت سويه بوقت فراغي. اوكي ما في كثير شغلات، بس شفنا شغلات جدا سيئه، خصوصا هي. ماي جاد هي ايام سبيستون. خليني نشوفه فيه شيء. فاضي. شكله في حدا خلط لي دفاتري الفاضي مع دفاتري المعبايه. لحظه، هي ربطة شعري كنت عم بدور عليها من سنين. هون لساتي كنت قاعد عم طور الشخصيه، انا كل ما قاعد عم ارجع بالزمن يا جماعه. هون كلياته كانه كان ستوري بوردات ستوري بوردات ستوري بوردات ستوري بوردات. دام شايفين شو كنت انا عم ساوي القناه؟ هذا من ايام الفيديو اللي صورته مع سرورز. دام انت شو جيت تساوي؟ شوفوا هاي اليوم. واو مفتاح. بليز لحدا من بيناتكم يستعمل هذا المفتاح مشان انه هو يساوي نسخة الاصل ويجي يطحن باب بيتي. نو بلشت تتمطر. لحظة، هل هي قهوة؟ I am sick. نو بلشت تتمطر. شو هذا الوجه؟ شكلنا يا جماعة هنضطر ندخل جوا البيت. شوفوا بالله مو كول. واو ببخاء. واو يلا، ليش من بين كل الايام اللي اجيت بدي اتصور فيها بالهواء الطلق تقطع عندي الكهرباء وبتمطر؟ انا وين لازم اروح اخي؟ خلص هدول الرسمات مكتوب لهم انه يتدمر، فلازم انه انا اسوي هذا الشيء. تعرفوا زمان لما انا كنت صغير كان في عندي حصه اللي هي عباره عن الالوان المائيه، تمام؟ وانا لما كنت قاعد عم اشتري الالوان كنت مستغرب ليش هالدرجه غاليه. وانا اكتشفت هلا كانت غاليه لانه انا اشتريت الوان زيتيه ما مائيه. شايفين؟ وليه اعوذ بالله. ما بعرف اذا انا سويت هالحركه من قبل الفيديو الماضي، بس شو قديش هذا الطفل انت وقعت في خطتي. هذا الفيديو بقى اللي فيه رسمات كثيرة. نو كل ما الرسمات قاعدة عم تقدم اكثر واكثر. هاي الشخصية بتذكرها كنت انا مسميها ليليثيا او ليتيسيا.